السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. j'espère que vous allez bien. donc اليوم غادي نشوفوا تصحيح مباراة تضيف أساتذة التعليم الابتدائي الأطر النظامية للأكاديميات تخصص مزدوج دورة نوفمبر 2022. دونك غنشوفوا تصحيح نتاع اختبار ديال ديداكتيك المواد. دونك الديداكتيك ديال اللغة العربية. الوغ بالنسبة للسؤال الأول كانوا قالوا فيه تركز الوضعيات التواصلية بالمستويين الأول والثاني على استثمار. الوغ الجواب الصحيح في هذا السؤال هو سي، وضعيات ومواقف تعبيرية ومقامات تواصلية وأفعال كلامية. السؤال الثاني من خاصيات الوعي الصوتي. دونك بالنسبة لهذه الخاصيات ديال الوعي الصوتي الجواب الصحيح هو بي. دونك تمييز المتعلم أو المتعلمة المقاطع الصوتية المسموعة وتعرفها واللعب بها، هذوما خاصيات، هذه خاصية من خاصيات الوعي الصوتي. سؤال رقم 3 شنو قالوا فيه؟ أنواع القراءة باعتبار الأداء هي، عطاوني بزاف ديال الاختيارات عاوتاني. بالنسبة لهذا السؤال، هذا السؤال الثالث، فالجواب الصحيح هو عندي أنواع القراءة، عندي جهرية، هامسة، فردية، جماعية. السؤال الرابع، عناصر مكون الكتابة في السنة الثالثة. شنو هي العناصر ديال مكون الكتابة في السنة الثالثة ابتدائي؟ دونك بالنسبة لهذا السؤال الجواب الصحيح هو دي، إملاء، تطبيقات كتابية، تعبير كتابي. ثم السؤال الخامس، تستثمر الحكاية في السنوات. اش من سنة من السنوات اللي كنستثمروا فيها الحكاية؟ دونك الجواب الصحيح هو السي، عندي الأولى والثانية والثالثة، كاع هادو تنستثمروا فيهم الحكاية. ننتقل للسؤال رقم 6. بالنسبة للسؤال رقم 6، من بين أهداف الطلاقة، يعني خاصني نحدد أهداف ديال الطلاقة. الجواب الصحيح هو دي، قراءة نص بدقة وسرعة وبطريقة معبرة. دونك هذا هو الجواب الصحيح. السؤال السابع، تستثمر الحكاية عبر المراحل المتتالية الآتية. دونك نحدد شنو هما المراحل اللي كنستثمر فيهم الحكاية. دونك بالنسبة لهذا السؤال السابع الجواب الصحيح كان هو بي، الملاحظة والتوقع أولا، عناصر الحكاية، بنية الحكاية، الرصيد اللغوي، الأساليب والظواهر اللغوية، القيم، التشخيص، وأخيرا الإنتاج. السؤال الثامن، مراحل الكتابة التفاعلية هي، يعني شنو هما مراحل الكتابة التفاعلية؟ بالنسبة لهذا السؤال هذا اللي هو رقم 8 الجواب الصحيح هو رقم دي، التخطيط، مسودة، مراجعة، العرض. بالنسبة لهذا السؤال هذا راه كان باين لأنه ضروري من المسودة، دونك كاين اختلاف ما بين السي و دي، والجواب الصحيح هو دي، دونك التخطيط، المسودة، مراجعة، ثم العرض. السؤال التاسع، من بين استراتيجيات ما قبل القراءة. شنو هما الاستراتيجيات ديال ما قبل القراءة؟ السؤال دونك عفوا الجواب الصحيح لهذا السؤال هو التصفح الأولي، تحديد الهدف من القراءة، وضع توقعات قبلية، استثمار المعرفة القبلية. السؤال العاشر، عناصر مكون الكتابة في السنة السادسة هي. الجواب الصحيح هنايا هو سي، الشكل، التطبيقات الكتابية، التعبير الكتابي. السؤال رقم 11، من بين أهداف أنشطة الاستماع والتحدث. دونك الجواب الصحيح هو ب، تمييز عناصر الحكاية التي استمع المتعلم إليها. دونك هذا هو الجواب الصحيح.
سؤال رقم 12: من بين أهداف مكون الكتابة في السنتين الخامسة والسادسة؟ الجواب الصحيح هو أ: استحضار تعلمات والمكتسبات السابقة واستثمارها الاستثمار الأنسب في الكتابة. ثم سؤال رقم 13: من بين أهداف مكون الكتابة في السنوات الثلاث الأولى، يعني التحضيري الثاني الثالث، شنو هما أهداف ديال مكون الكتابة؟ الجواب الصحيح هو رقم 13، عفوا رقم هو بي. دونك السؤال رقم 13 الجواب الصحيح ديالو هو بي: نقل كلمات وجمل ونصوص قصيرة بتطبيق مقاييس الخط. دونك هذا هو الهدف ديال مكون الكتابة في التحضيري الثاني الثالث. ننتقل للسؤال رقم 14: يعتبر النص الوظيفي مجالا لتنمية أشنو؟ لتنمية ماذا؟ دونك الجواب الصحيح هنايا هو رقم سي: الطلاقة وإغناء المعجم والفهم الصريح والضمني واستثمار الأساليب والتراكيب والقيم. طلاقة، إغناء المعجم والفهم الصريح والضمني واستثمار الأساليب والتراكيب والقيم. دونك كان هو سي. سؤال رقم 15: تكتسب اللغة في المستويات الثلاثة الأولى عبر التسلسل الآتي. دونك شنو هو التسلسل اللي كتكتسب به اللغة في المستويات الثلاثة الأولى، تاني تحضيري الثاني الثالث؟ الجواب الصحيح هو سي. دونك استماع، تحدث، كتابة والقراءة. دونك فوالا، هذا كان اختبار ديداكتيك لمواد علوم التربية، مادة اللغة العربية. كنتمنى يكونوا الأغلبية جاوبوا عليه، لأنه كان الصراحة في المستوى، وكانوا دي كيستيون اللي ديجا تداروا العام اللي فات. دونك كنتمنى التوفيق للجميع، الله يسهل عليكم والله يسخر. بون كوراج.